عايز تخلص من سيطرة الماضي عليك، في 5 نقط كده لازم تاخد بالك منهم. لازم تعترف الأول إن اللي فات مات خلاص، الماضي انتهى وما لكش إيد فيه. الحقيقة إن ما فيش حاجة بترجع من أول وجديد ونقدر نمارس سيطرتنا نكمل عليها. تاني حاجة لازم تسامح نفسك على أخطائها. الحقيقة إن إحنا كلنا ما اتولدناش كده عارفين كل حاجة عن كل حاجة، كلنا عندنا نسبة خطأ كده بنتعلم من خلالها، أنت عمرك ما هتتعلم لو ما غلطتش. تالت حاجة لازم تفهمها كويس إن التجربة دي حكمة وجودها في الكون إنك تتعلم منها، يعني كل تجربة عدِّت عليك أكيد ربنا سبحانه وتعالى ادّاك هدية من خلالها إنك اتعلمت حاجة. رابع حاجة لازم تركّز على فرص النهارده، الحقيقة إن اللي فات خلص، لكن النهارده لسه ما خلصش، والحقيقة إن ممكن ربنا سبحانه وتعالى يساعدك إنك تلاقي فيه فرصة مش هتعوّضها طول ما أنت بتبُص للي فاتك. خامس حاجة ودي أهم حاجة في الموضوع، بما إن اللي فات مات خلاص، المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى وتقدر تبني فيه بطريقة مختلفة وطريقة تفكير مختلفة، حياة جديدة خالص مختلفة عن اللي فات. فدايمًا ركّز في اللي جاي، سيبك من اللي فات، لا هنعرف نغيّر فيه حاجة، وربنا يُجرنا خير على اللي فاتنا، والحقيقة إن ربنا يجازينا خير كده ويعوّضنا خير في اللي جاي. أنا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي، ويمكن اللحظة دي اللي اتغيّر بعدها. السلام عليكم.